93 الكابتن صالح سليم طلب من حسام وابراهيم انهم ينهوا رحلة الاحتراف اللي كانوا فيها ويرجعوا لمصر تاني عشان ينقذوا النادي الاهلي من الكبوة اللي كان بيمر بيها بعد ما عدى 4 سنين متتالية للنادي الاهلي ما ياخدش فيها الدوري. وبالفعل بيوافق حسام وابراهيم انهم يرجعوا الاهلي تاني وياخدوا الدوري مع الاهلي 7 سنين متتالية، لحد ما جات اللحظة مع بداية الألفية الجديدة اللي انتقلوا فيها لنادي الزمالك وأخدوا مع نادي الزمالك في 4 سنين 3 بطولات دوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا. إبراهيم بدأوا رحلة التدريب مع المصري البورسعيدي وبعد كده المصرية للاتصالات لحد ما جات اللحظة التاريخية سنة 2011 لما بدأوا يدربوا نادي الزمالك. في الفترة دي كان نادي الزمالك منهار تماما وما كانش فيه اي شخصيه للفريق لحد ما جه حسام وابراهيم رجعوا شخصيه نادي الزمالك تاني وانهوا الموسم في المركز الثاني. بعد ثوره 25 يناير سنه 2011 حصلت حادثه كبيره في استاد القاهره سميت بعد كده بموقعه الجلابيه، لما في ناس كتير من الجماهير نزلوا الملعب في مباراه الزمالك والافريقي التونسي. ساعتها بان قوي قد ايه حسام وابراهيم ناس جدعان، لانهم كانوا بيحجزوا بنفسهم وبيحموا لعيبه الافريقي التونسي من الجماهير المصريه اللي نزلت الملعب. راحت بورسعيد الحادثه اللي محدش يقدر ينساها، حسام وابراهيم كانوا بيحموا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي من الجماهير اللي نزلت ارض الملعب. وابراهيم حسن معروفين دايما بالاجتهاد والعمل وانهم ما بيلتفتوش ابدا لاي انتقادات بتوجه لهم. حسام وابراهيم مع المنتخب لاول مره في التاريخ يكسبوا ماتش في كاس العالم، وعلى موعد مع التاريخ ان شاء الله الساعه 6 الصبح لما يكسبوا ايران ان شاء الله نتصدر المجموعه ونتاهل كاول للمجموعه. او تختلف، انا وجهه نظري ان حسام حسن هو افضل مهاجم في تاريخ الكره المصريه. بقى ابراهيم حسن ناس كتير شايفه ان هو افضل باك يمين في تاريخ الكره المصريه، وفي ناس تانية بتقول احمد فتحي، وان كنت انا اروح مع محمد الشيبي.